عندي بس 20 دقيقة فيني أصور فيهم، بعد عندي تصوير بالعيادة بدي أروح أصور وبيجي. حصلت يوم عطلة من الشغل. طبعا أغلب الأوقات ما بقدر أصور لأنه هذا ما موجود، وأنتوا بتحبوه أكتر مني. أكره شيء بالحياة إنك تقلد واحد. أكيد أنت بالمدرسة في شخص عندكم بالفصل ذو شخصية هيك، عنده شخصية ومثلا بيضحك أو متميز بشيء، والكل هيك بيشوف إنه صح هذا الشخص متميز بشيء، وفي شخص بيقلده مشان إنه ترى أنا مثله، وغالبا بحاول يكون صح، وغالبا ما بتزبط معه، وهيك بيطلع بارز. الشغلة اللي تميز فيها الشخص هذا البارز تميز بهذا الشيء. إذا الشخص بده يطلع يقلده راح يبين. وغالبا بيعرف يحكي مع الأستاذ هيك ايه بتلاقي عنده وقت معه، بتلاقي عنده مهارة التحدث مع الأستاذ، وبتلاقي الفصل كله بيزت عليه مهمة إنه يأجل الامتحان أو يعطينا استراحة أو رياضة، ولا بقى بتلاقيه بالحكي إيه وفنان. طولت كتير يعني، بس يلا كلكم تعرفوا الشامي. طبعا الشامي أنا ما بكرهه من هلا مشان ما حد يقول، أنا الشامي بحب شخصية الشامي بحبه، ما كتير شوي عنده حركات كرنج. في جزء كبير من الفان له هدول ما بحبهم، ما الكل طبعا، بس في جزء هيك هدول جزء الخضوع هذا ما بحبه، بحب الاشخاص الطبيعيين. حركات الكرنج اللي بيعملها الشامي، في واحد عم يقلد حركات وعلى اساس انه ترى هو مانو هو هيك، سبحان الله لحاله هيك. افرجيكم حسابه شخصيا. اول شيء هذا، نحن ما نتمسخر عليه، بس نعلق على الاشياء اللي بيعملها. بجوز هلا تشوفوه عادي تقول عادي ما عم يقلد الشامي، شو في يعني، شو عمل شيء بيقلد الشامي، لسه جايك هلا استنى. في وحده بتاخذ لقطاته من البثوث تعمل عليها حركات هيك، شوف عادي ترى، شو اللي عادي ما بعرف. هيك بلش مين مبين ازعر، طبعا كلمه ازعر هاي بيستخدمها الشامي. عادي ترى، بس انا جيت خلاص، راحت خلاص ايام زمان، ولا في كلام ولا حتى سلام، غير باستئذان لا تقول لا. ما بعرف اعلق على الحساب البنت شخصيا ولا علي شخصيا كتير اشياء، فحبيت فرجيكم اياها بالفيديو مشان نغثق، ما بس نغث لحالي. هذا اسلوب الشامي. هلا انت روح ابحث عن اسلوب الشامي، او راح فرجيكم لقطات هيك بتلاقي الشامي هيك اسلوبه عنده شويه كرنج، وهذا عم يقلد. شوف حتى لو شخص تميز بكرنج من عجب اشخاص لا تقلده، بيطلع شكلك بايخ والله كتير. نصيحه مني، خليك متميز بشيء، حتى لو كان بيخزي خليك متميز بشيء انت عم تعمله. يا جماعه هذا الشعر اسوأ مستوى وصول، ما بعرف فهمتوا ولا لا، بس اذا تطوي شعرك في عندك مرحله اللي هي اسوأ مرحله، لا بتعرف هو كيرلي ولا سبل ولا شو بده بالضبط ما بعرف. ويعني اي تمشيطه بتمشطها عادي ما عندي مشكله، بس ما عم يرضى، هو هيك عاجبه ومخليه هيك. بتحاول تمشطه هلا بيتمشط من هون ومن تحت بضل كيرلي. يا الله ما بعرف، فيديو رح خليه مثل ما هو، خليه يشارك. الو تمام. طب ماشي، قول لي شو بدك على السريع. لك قول لي بس على السريع شو بدك. لا مالك دخل. مالي دخل. تمام يلا. المهم بعد ساعات من المقاطعات هلا خلينا نكمل. هتلاقي انا جيت خلاص، راحت خلاص. مشان الله هاش تبعت لي يا محمد هاش تبعت لي، عم تشوف هذا الفيديو ترى عم يبينه، مشان الله ما بدي اغطيه. غير فيديو خلص هذا ما رح نقدر نكمله، خلينا نشوف فيديو ثاني. ارى روح تفاهتي فيه. شو تفاهت قصده ولا تافهتي؟ ما مشكلة، يلا رح نمشي هذا الفيديو ما فيه شيء عادي، بس حباب يحسن الكتابة شوي مشان نعرف نقرا. طبعا هاي مخصصة بانه بس عندها بثوث لإلي. بدي اخذ لك صورة زبط، يلا بدي اخذ لك صورة، يلا يا كريم. هيك زبط. بدي حتى انا اخذ لي صورة، رح اظبط وضعية. خلينا نطلع منه، ما بدي. حتى انا ما بدي الصراحة. بدنا نتفك كمان شوي. نتفك كمان شوي. عاملي طيب شكله بريء. هيك مزاجي طلب إلك مزاجي طلب إلك اعتراض طبعا. يا الله صاير مدري شو. يا الله صاير مع سراك من زمان. لا واثقه من نفسها مش واخد بالك. بدك كف انت مش هتسأل اخوي، بدي اشمطك كف جيبك جنين، ولا بتقلي بيضة بدي لبسك الابيض. انا طولي بقى الابيض تبع الموت مو تبع العروس. هون عليك
هلا هلا عشان اجاني معك. طبعا مغطش على الكومنتات لانه شفت له بث من قبل ما حدا يكتب له تعليق حلو للاسف. يعني انا ما قصدي شيء، والله حرام، ما عمل شيء الزلم، بس تعليقاته اللي عم يكتبوا له اياه ما تنقرا. يعني البياخة من ضمن المصمم ما دخل. صوت قلبي بس شوفوا اسمع ضحكته. مثل ما قال يونس ترى اللي ظالمه هاي اللي قاعد عم تصمم. هي مبينته هي، ما بعرف. هو لا بالحقيقة عنده شوية كورنج وعنده شوية حركات بقلة الشامي، واللي عم تصمم له هاي مخربته على الآخر. حاسس فكرة فيديو فاشي بس يلا. يلا ما مشكلة. ايش اعطيت؟ بكرهك، ما أكره وأمزح. بكرهك. نوميتو. نوميتو. طبعا عم قلة الشامي بالحرف. نو. خلص أنبني ضميري. خلص انبني ضميري. لعبت هادي انبك ضميري. عادي. حركات الشامي يعني ما اكيد انتم اللي عم تتابعوني هلا بتعرفوا انه الشامي هيك بيعمل، فما ضروري اثبت لكم. يعني رسالة لهذا الشخص حباب ما تطول الفيديو اكثر من هيك. بس اذا عم تشوف هذا الفيديو يا هذا الشخص وهاي الحساب، انت خففي له تصاميم شوي، اعملي له تصاميم ماشي الحاله، وانت حباب لا تقلد الشامي، خليك متميز بشيء انت اعمله. مثل هذاك الشخص اللي عم يقلد ابو فله، حاول بقدر الامكان انه يقلد ابو فله، ولهلا لا اشتهر ولا عنده متابعين ولا عنده شيء استفاد منه، حتى ابو فله شخصيا ما قدر يفيده. فهذا الشخص انت بهاي الطريقه بس رح تطلع فتره وبعدها خلاص تروح تختفي، لانه انت مبني على شيء عم تقلده، مالك مبني على شيء اساسي انت عامله الك. بعدين ذكرت انه بيننا حساب لازم يتصفى. حسابك لها وهنا وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي. وإلى هنا سيدة، انه على اساس سمعت كلمته، وحتى انت روح نام وانت روحوا هيك، يعني مثله. يعني اساس انا بقلده، هو بقلد شامي، انا بقلده هيك مشان الفشل يزيد ويصير الحياه اخزى. طبعا ما بكرهه والله، ولا بكره الشامي، بكره فانزات الشامي الخاضعين، ما العاديين، لا الخاضعين. هذا الشخص للاسف ما بعرفه لحتى اكرهه، بس هيك بعت لي اياه شخص اللي عمل ردت علي فعل، عمل ردة فعل علي، وانا عملت ردة فعل علي، والفيديو ما بعرف زبط ولا لا، وعجبكم او لا. اذا عجبكم الفيديو حط لايك. اذا استنى صحيح، امبارح انا منزل فيديو عم ساعد بيان، دشرته كل شيء، صرتوا تشبكونا مع بعض، عامل انا بس انه يعني بدي ساعدها، ما بدي منها شيء ولا هي بدها مني شيء، عادي عم تشبكونا مع بعض. انا عن نفسي انا ما عندي مشكله، شبكوني مع حيط، ما راح تفرق معي. بس هي حرام، عمره 15 صغيري قد اخي صغير، عادي عم تشبكوها فيه. يعني كثير حركه كريهه يعني وما حلوه. هذا اول شيء. ثاني شيء، في كثير مشاهير عندهم عندهم اكثر مني ما ساعدوها ولا وقفوا معها بالمره. فهذا اللي قصدي عليه، لانه بدها مساعده بس، وانتوا لا صرتوا تشبكونا. ما مش الحال. اذا عجبك الفيديو حط لايك، اذا ما عجبك لا تحط لايك. هيك نكون وصلنا لنهايه المقطع. سليم.